إن لله وإنا إليه راجعون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إيه اللي حصل يا جماعة للطيار المصري؟ الطيار المصري حسن عدس معجزة كمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى حفظ أرواح ناس كتير كانت معاه. حسن الطيار حسن عدس كان بيحتضر في الجو، كان بيحتضر في الجو وهو رايح من مطار القاهرة إلى الطائف. كان جات له أزمة قلبية شديدة، ما كانش قادر يستحمل الأزمة القلبية اللي هو كان عليها. حاول الطقم بتاع الطيارة ان هو يسعفه، ما عرفوش يسعفه. وزائد ان المساعد اللي موجود مع حسن عدس، الطيار حسن عدس معاه مساعد لسه مبتدئ، فمش عارف هيسلموا له زمام الامور ازاي. فطبعا فضل يعاني لدرجة ان هو قال لهم يا جماعة لازم في اقرب مكان ننزل دلوقتي، في اقرب مطار ننزل دلوقتي اللي هو مطار جدة. مفيش غيره اللي هننزل في اقرب مكان، مش هينفع ان انا اقعد. يعني كان بيتألم او بمعنى اصح كان بيحتضر. وبالفعل وبشهادة الطقم كله هو كان بيحاول بقدر الامكان ان هو يحفظ سلامة الناس. وصحته في الوقت ده ابتدت تنهار اكتر وتتدهور اكتر. فيعمل ايه الطيار؟ هبط في مطار جدة، والسر الالهي طلع. السر الالهي طلع وهو خايف على أرواح الناس. السر الإلهي طلع وهو في مكان عمله. السر الإلهي بمجرد هبوط الطائرة كان الطيار حسن عدس في ذمة الله. فندعو الله تعالى إن يتغمزه برحمته، وإن الناس تعتبر إن الموت بيجي في ثانية. أخوه كان لسه السنة اللي فاتت مات بنفس الموتة ونفس الوضع اللي هو عليه. فيا جماعة يا ريتنا نقرب من ربنا أكتر، نقرب ونعرف إن الدنيا دي منتهية، إن كل حاجة فيها انتهت. الطيار حسن عدس ده لم يتزوج، وأخوه لم يتزوج. وندعو الله سبحانه وتعالى إنه يدخله فسيح جناته، وإن يحسن خاتمتنا ونقرب لربنا أكتر. وإنا لله وإنا إليه